ميطالي محمد. الصفه ديالك؟ رئيس نقابه اتحاد الجامعات الوطنيه للسائقين ومهنيين النقل في المغرب. علاش جات هذه الوقفه الاحتجاجيه؟ هذه الوقفه الاحتجاجيه جات على التذمر ديال النقابه ديالنا من خلال الوعود اللي عطانا السيد وزير التجاره والنقل خلال المسيره اللي نقلنا بهم واحد الشهر هذا، واللي توعد في شخص وكيمثل الحكومه باش اجتمع القطاعات المعنيه الوزاره ديالو لقاو الحلول للمشاكل اللي تيعانيها السائق المغربي المهني، الى انه تفاجئنا بالمماطله كذلك السائقين من صندوق الضمان الاجتماعي والتغطيه الصحيه والتامين على الحوادث، اضف الى ذلك المعاناه اللي تيعانوا منها السائقون. لانه علاش اخترنا اليوم هنا حدا الميناء؟ لان كاين معاناه تتجلى اولا كتمس بالاقتصاد الوطني، العمله الصعبه، صندوق المقاصه اللي كان 11 ميزان عند الوكاله الوطنيه وسحبوا 7 وبقاو غير 4 مع عمليه الجواب. كاين اكتظاظ ديال البواخر اللي كيأدي 30,000 دولار بار جور في النهار، عشان ما تقعد كتسنى 10 15 يوم في غياب المرافق الصحيه، سواء تعلق الامر بالمراحيض سواء تعلق الامر باماكن ديال الاكل. من ان هذا السائق ديال شاحنه القلابه خدام عطاش كان كيشارجي في الساعه ويخرج، ولا كيتسنى 8 السوايع باش يشارجي فياج، كينعكس سلبا على المقاوله المغربيه، كينعكس سلبا كذلك على الاقتصاد الوطني، كينعكس سلبا كذلك وكيدمر السائقين اللي كيباتوا ليل نهار في هذا الميناء هذا بدون مراعاه المشاكل والمعاني ديالهم. راسلنا السيد رئيس الحكومه ولم نتلقى اي رد في هذا الجانب، ولهذا قمنا بالواجب اللي هو حق دستوري اللي هو الاحتجاج، وقررنا كذلك في الجمع العام ديال البارح في حاله عدم استجابه الحكومه المطالب المهنيين انه نهار 16 غيكون اضراب وطني لجميع قطاع النقل الطرقي، وكذلك مسيره عبر تراب المملكه للسياره الاجراء في اتجاه وزاره